السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين قناتي على اليوتيوب. اليوم في درس حصري وسهل جدا. سوف أتطرق إلى كيفية تفعيل برنامج داونلود مانجر. تابع مع الطريقة. كيفية التفعيل. الطريقة سهلة جدا. تذهب إلى قائمة ستارت وتقوم بتشغيل انترنت داونلود مانجر. ستظهر لك تم تسجيل الدخول برقم مزيف، جاري تسجيل خروج من البرنامج. تضغط على اوكي. راح يقول لك ما هو الرقم التسلسلي والبريد الإلكتروني واسم العائلة والاسم الأول. هاي طريقة كلش سهلة، بس يرى لها شوي تركيز. أولا راح أضع لكم رابط السريالات أسفل الفيديو. تروح للسريال كيبينج، راح أحط لك هذه لازم أهم شي قبل لا تفتحها لازم تغلق الفيديو لأن صوتها مزعج، وأنا هسه أسمعكم صوتها أنصي. مثل ما سمعتوا صوتها، يعني إذا عليها يصير أعلى. ستاشر وتجار، يعني أفضل فيديو أفضل إلك. مباشرة تنقر على هاي الكلمة راح يطلع لك سريال. انت هنا موجود هواي سريالات، أي سريال تريد اختاره. تختار كوبي. هسه اختارنا هذا السريال. تنقر على نافذة الخروج، ترجع لهنا الرقم التسلسلي تلصقه. تكتب هنا، تكتب أي إيميل أنت ببالك. بعد ما غلقناه ترجع الصوت، تكتب أي إيميل ببالك، يعني مو شرط يكون الإيميل انت مالتك الشخصي. هنا تكتب اسم عائلة أي شي كيفك، يعني هتسي عشوائي. تنقر على حسنا وتنقر على متابعة. هنا شوية انتبهوا يعني. راح يطلع لك هاي القائمة. تنقر على قبول، يعني هيك تنتظر. هي ما تنتظر انت هسه مثلا هو جاي وحده مثلا مباشرة راح افتح الداونلود، يعني هو يطلع هاي النافذة. مباشرة انقر على البرنامج، راح يفتح لنا البرنامج. نروح للتسجيل نلقاه مسجل. نروح نشوفه مسجل باسم من حول البرنامج. هذا مسجل بهذا الاسم شلون كتبته. هسه البرنامج مسجل. هاي انتهت. إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة، وتعليقكم يهمني. في أمان الله، في درس جديد.